السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بإذن الله هنكمل مع بعض شرح مادة الأساليب. احنا هنتكلم دلوقتي عن الفصل السادس وهو تحليل التباين في اتجاهين. طيب، انا عندي تحليل التباين في اتجاهين، انا عندي بتكلم عن تأثير صف وعمود وتفاعل وداخل الخلايا والكل. طيب، اول حاجة عندي هقول الفروض. مش هنبدأ بأنوفا، هنقول الفروض ايه؟ قال لي ان انا لو انا عندي صفوف او أعمدة او تفاعل إيه اللي بيفرق اخر ميو. بمعنى انا عندي الميو عدمي، عارفين ان هو بيساوي، هيبقى ميو واحد بيساوي ميو اتنين بيساوي ميو تلاتة. حلو، لحد ميو جي لو هي صفوف، لان الجي بنرمز له بالصف، جي هو الصف. حلو. طيب، والكي الاعمدة او العمود. طيب، والجي كي واللي هو التفاعل. تمام، يبقى انا عندي الاتش نوت ميو واحد بتساوي ميو اتنين بيساوي ميو تلاتة الى ما لا نهاية، اللي هي لحد ميو جي او ميو كي او ميو جي كي. طيب، ال H1 ده بقى اللي هو بيقول لي على الأقل متوسط واحد هو اللي مختلف. على الأقل متوسط واحد هو المختلف. طيب، هنيجي بقى نجيب الاف المحسوبة. احنا كده جبنا الفروض بتاعة الإحصائية، هنجيب اللي هي الاف المحسوبة. طب بنجيبها ازاي؟ عن طريق جدول أنوفا. برضو في هنا جدول أنوفا، بس التاني كان بسيط، هو ما بين معالجات وداخل معالجات كي ناقص واحد وان ناقص كي، والدنيا بسيطة، واس اس بي واس اس دبليو. حلو، ده اللي هو تحليل التباين في اتجاه واحد. طيب، التحليل التباين في اتجاهين، عندي صفوف وعندي أعمدة وعندي تفاعل وعندي خطأ وعندي كل. طيب، الصفوف احنا قلنا بنرمز ليها بجي، يبقى جي ناقص واحد درجة الحرية بتاعتها او ما يطلق عليها دي اف. تمام، اللي هي درجة الحرية الرمز بتاعها دي اف، جي ناقص واحد. طيب، الأعمدة كي ناقص واحد. طيب، التفاعل جي ناقص واحد في كي ناقص واحد. حلو. طيب، الخطأ جي في كي، الكل مضروب في ان ناقص واحد، الكل مضروب في ان ايه؟ ناقص واحد. طيب، المجموع بتاع المربعات اللي هو بيطلق عليه برضو اس اس، اللي هو بيساوي ايه؟ الاس اس جي، ده اللي هو بتاعة صفوف اس اس كي، الاس اس جي كي، الاس اس دبليو اللي هو بتاع الخطأ. حلو. طيب، المتوسط اللي هو بيرمز له بام اس، الام اس جي بتساوي ايه؟ الاس اس جي على جي ناقص واحد. طيب، الام اس كي بتساوي اس اس كي على كي ناقص واحد. طيب، الام اس جي كي الاس اس جي كي على جي ناقص كي جي ناقص واحد وفي كي ناقص واحد. طيب، الام اس دبليو بتساوي الاس اس دبليو على الدرجه الحريه بتاعتها اللي هي جي اف كي، الكل في ان ناقص واحد. تمام، طبعا احنا ما بنجيبش هنا حاجه. طيب، الاف المحسوبه بقى هنا بجيبها لثلاث حاجات: الصفوف والاعمده والتفاعل. فانا عندي الاف بتاعت الجي ام اس جي على ام اس دبليو، ام اس جي على ام اس ايه دبليو. طيب، الاف بتاعت الكي ام اس كي على ام اس دبليو. انا عندي ام اس دبليو ثابته تحت، ثابته ايه تحت. طيب، انا الاف بتاعت التفاعل اللي هي جي في كي هتبقى الام اس جي كي على ام اس دبليو. مهم ان احنا هنحل وهنشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. طب، الاف الجدوليه نفس النظام زي ما الاف المحسوبه عندي هنا ثلاث حاجات للصف، واحده صف وواحده عمود وواحده تفاعل. انا عندي الاف الجدوليه برضو كده، عندي اف جي وعندي اف للكي وعندي اف جي كي. حلو. طيب، الاف للجي درجه الحريه الاولى بتاعت الصف في درجه التفاعل. لا معلش، دي مش درجه التفاعل، اللي هي الدرجه الكليه اللي هي جي في كي ان ناقص واحد والفا. طيب، الاف كي الدرجة بتاعة الحرية بتاعتها اللي هي كي ناقص واحد، وجي كي ان ناقص واحد اللي هي الكلية، الدرجة الكلية بتاعتهم والفا. طيب، الاف جي كي بتاعة التفاعل عندي جي ناقص واحد في كي ناقص واحد وجي كي ان ناقص واحد والفا. محفوظة. انا عندي هنا اللي هبدأ بيه هجيب درجة الحرية بتاعته وبعد كده الكلية وبعد كده الالفا. اللي ببدأ بيه بجيب درجة الحرية بتاعته وبعد كده اجيب الدرجة الكلية وبعد كده الالفا. اللي ببدأ بيه هجيب درجة الحرية بتاعته وبعد كده الكلية وبعد كده بجيب الفا. تمام. قال لي تمرين: إذا كان لديك الجدول التالي لاكتساب المهارات للذكور والإناث، وكانت طرق اكتساب المهارات 3 طرق، حيث أن عدد المشاهدات في كل خلية ست مشاهدات. تمام، يبقى أنا عندي إن بتساوي 6. تمام، قال لي ان انا عندي 3 طرق، يعني الكي بتساوي 3. وقال لي ان انا عندي بشوف مهارات بتاعه الذكور والاناث، يبقى انا عندي جي بتساوي 2. وقال لي ايه؟ قال لي اني انا عندي
ان الكلية، نسيت اقول بس ان الكلية دي بتساوي ايه؟ 3 في 2 في 6. 3 في 2 ب6، 6 في 6 ب36. يبقى انا عندي ان الكلية دي مضروبهم كلهم. حلو تمام. لان انا عندي هنا ان دي ان كابيتال، ان دي ان كابيتال، اللي فوق ان سمول، لكن دي ان كابيتال. تمام. قال لي ان انا عندي ان بتساوي 6 ودي عدد المشاهدات. قال لي ان انا عندي الجي بتساوي 2. ليه؟ لان انا قال لي انا بشوف مهارات الذكور والاناث. وقال لي ان انا عندي الكي، هو قال لي ان هي بتستخدم 3 طرق. تمام. وان اللي هي الكلية بتساوي كام؟ بتساوي 6 في 2 في 3 بتساوي 36. طيب حلو. طيب انا عندي الدرجة الحرية، احنا قلنا دي اف دي اللي هي جي ناقص 1. جي عندي 2 وناقص 1 هتبقى ب1. طيب الكي ناقص 1، 3 ناقص 1 بتساوي 2. طيب جي في كي يعني اللي هو دي في دي، 2 في 1 ب2 او بتساوي 2. حلو. طيب الدرجة بتاعت الخطأ، الدرجة بتاعت الخطأ بتساوي جي في كي في ان ناقص 1. طيب جي في كي بكام؟ 2 في 3 ب6. ان ناقص 1، 6 ناقص 1 5. يبقى 6 في 5 بكام؟ ب30. اخدتوا بالي انا عملت ايه؟ المفروض ان انا عندي اللي هو الدرجة بتاعت الحرية بتاعت الخطأ، تمام، بتساوي جي في كي، جي في كي في ان ناقص 1. تمام تمام. طيب انا عندي التي اللي هو التوتال اللي هي ان كابيتال ناقص 1. 36 ناقص 1 هتبقى 35، او لو احنا جمعناهم هيطلع لي الناتج. طيب انا عندي الاس اس، انا المفروض ان هو هيجيب لي جدول زي ده، بس طبعا هيبقى منقص ارقام. ليه؟ لان اول حاجه هيقول لي ايه؟ اكملي جدول تحليل التباين عند مستوى معنويه وليكن مثلا الفا بواحد ايه من 100. معنى كده ان انا الجدول اللي قدامي ده هيجيب لي مثلا خانات منه ناقصه. تمام. وهيقول لي جيبيه. حلو. يعني مثلا لو هو مديني الاس اس هنا بتاعت الجي ومديني الواحد، اقدر اجيب الام اس من خلال ان انا هقسم دي على دي، هيديني 51 و362 من 1000. حلو حلو. طيب مديني مثلا الام اس كي وعايز مني الاس اس كي، هعمل ايه؟ المفروض ان دي على دي بتساوي دي. تمام. فبالتالي هضرب دي في دي هيديني الناتج بتاع دي. يبقى هقول 230 و2 من 100 في 2 بتساوي 460. تمام. و056. تمام كده. تمام. طيب اقدر اجيب الرقم ده؟ طبعا اقدر اجيبه من خلال ان هو مديني هنا ايه؟ الاس اس تي اللي هو التوتال. هجمع دول وهطرحها من الرقم ده هيديني 300، قصدي هيديني هنا 164 و055. حلو كده. تمام. هقدر ان انا اقسمها على الاتنين هيديني هنا هيديني 82 027. وهقدر اقسم دي على دي هيديني هنا الناتج 10 306 كده. الاف المحسوبة هقدر اجيبها. هجيبها ازاي؟ من خلال ان هنا الام اس جي على الام اس دبليو هيديني كام؟ هيديني الاف جي. تمام. بتساوي 94 من 100. طيب الاف كي هتساوي اللي هي 230 و2 من 100 على 10 361 من 1000 هتديني 22 و20 من 100. طيب انا عندي الاف جي كي من خلال 82 و27 من 1000. تمام. على 10 361 من 1000 هيديني 7.92. وكده اكون جبت الاف المحسوبة. ممكن اجيب الخانة بقى اللي جنبها هنا كمان بالمرة، الاف الجدولية. من خلال ايه بقى؟ انا عارف ان الاف الجدولية، الاف بتاعت جي الجدولية بتساوي درجة الحرية بتاعتها اللي هي 1. تمام. والدرجة الكلية والفا. يعني عندي هنا 1. تمام. و30 لا الدرجة الكلية سوري اللي هي 35 والفا اللي هي اقل من 1 من 100. وبعد كده عندي الكي عندي اللي هي 2 و35 واللي هو 1 من ايه؟ 1 من 1000. تمام. طيب وهنجيب بعد كده الاف جي كي اللي هي الدرجة الحرية بتاعتها اللي هي بتساوي 2
و35 اللي هي الدرجة الكلية، والفا اللي هي 1/1000. كده جبنا درجات الحرية. وطبعا احنا قلنا ان الدكتورة هتبقى جايبها لنا جاهزة، يا اما هتقول علما بأن القيم كذا، يا اما هتجيبها لي في هامش في الامتحان من الاخر خالص. طيب قبل ما نيجي نعمل جدول انوفا ده، اول حاجه ان احنا هنعملها ايه؟ هنفرض الفروض بتاعتنا. يعني هنعمل فروض للصفوف، وبعد كده فروض احصائيه للاعمده، وبعد كده للتفاعل. طيب الفروض الاحصائيه اللي هي موجوده للصفوف هنقول ايه؟ هنقول اتش نوت بتساوي ام 1 زائد بتساوي ام 2. تمام. ليه قلنا ام 1 بتساوي ام 2؟ لان انا بعمل اصلا الفروق بتاعتي ما بين الذكور والاناث، فانا عندي صنفين، ف ام 1 بتساوي ام 2، يعني لا يوجد فروق ايه بين متوسطات الذكور والاناث. طيب الاتش 1 على الاقل واحد بس اللي بيكون مختلف. طيب الفروض الاحصائيه للاعمده، انا عندي كام كي؟ عندي 3. ليه؟ لان هو قال لي انا عندي 3 طرق لاكتساب المهارات، فيبقى انا عندي اتش نوت بتساوي ام 1 بتساوي ام 2 بتساوي ام 3. تمام. هقول ان اتش نوت ام 1 بتساوي ام 2 بتساوي ام 3. ليه؟ لان انا عندي 3 طرق. قال لي ان عندي 3 طرق لاكتساب المهارات، فاول واحده يبقى لا يوجد فرق ايه بين متوسطات طرق اكتساب المهارات، انما اتش 1 على الاقل هيبقى فيه متوسط واحد مختلف. طيب الفروق بتاعه الاحصائيه للتفاعل، اتش نوت لا يوجد فروق، اتش 1 يوجد فروق. تمام. هنا بقى في المسألة، تمام، هنيجي نعمل مقارنة عشان ناخد القرار. اما نيجي ناخد القرار، فانا عندي 3 اف محسوبة وعندي 3 اف جدولية، فبالتالي هقارن كل اف ببعضها. بمعنى ان اف المحسوبة بتاعة الصفوف اللي هي جي هنقارنها باف الجدولية بتاعة اللي هي الجدولية. تمام. طيب القرار هيبقى كالتالي: انا عندي اف جي المحسوبة طبعا اكبر من اف جي الجدولية، فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا هنرفض الاتش نوت ولا نرفض الاتش 1. طيب تاني حاجة، انا عندي الاف اللهم صل على سيدنا محمد كي هي اللي اصغر من الاف كي الجدولية، بس انا طبعا انا يعني مكسلة اكتب عشان ننجز في الوقت يعني. فمعنى كده ان احنا ايه؟ لا نرفض البديل، اقصد لا معلش العكس، هنرفض هنا ايه؟ هنرفض البديل ولا نرفض ايه؟ العدمي. طيب انا عندي طبعا لما كل قيم بتاعت اللي هي الجدولية هتبقى مديهاني، فهنيجي نقول هنا ان اف كي جي اصغر من دي، طبعا محسوبة من اف كي جي. تمام. فبالتالي هنقول هنرفض البديل ولا نرفض ايه؟ العدمي. في المسألة بقى كان بيسألني عن مقياس الارتباط، فأنا برضو عندي 3 مقاييس للارتباط في الفصل ده. عندي مقياس للصفوف، وعندي مقياس للأعمدة، وعندي مقياس للتفاعل. طيب لما اجي هتكلم عن مقياس الصفوف هقول ايه؟ دبليو تربيع جي بتساوي الاس اس جي في ناقص درجة الحرية بتاعت الصفوف في ام اس دبليو على ام اس دبليو زائد اس اس تي. طب تيجي نثبت الام اس دبليو دي هتبقى ثابتة معانا، والام اس دبليو تحت زائد الام اس تي برضو هتبقى ثابتة معانا. ايه اللي بيتغير الاس اس جي ناقص الجي ناقص 1. بمعنى انا عندي هنا اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، انا عندي هنا مجموع المربعات بتاعه الصفوف او الاعمده ايا كانت ناقص الدرجه بتاعه الحريه بتاعتها. طب نشوف بتاعه الاعمده عشان نتاكد. انا المفروض ان انا عندي دبليو كي. طيب هتكلم عن مجموع المربعات بتاعه الاعمده، يبقى اس اس كي ناقص درجه الحريه بتاعتها كي ناقص 1. ام اس دبليو ثابته ومعايا ام اس دبليو ثابته زائد ام اس تي. طيب الدرجه بتاعه التفاعل، مقياس الارتباط بتاعه التفاعل، هقول اس اس جي كي ناقص درجة الحرية بتاعتي اللي هي جي ناقص 1 في كي ناقص 1 في ام اس دبليو على ام اس دبليو زائد تي. تمام. هنعوض تعويض مباشر من خلال جدول انوفا اللي احنا حلينه، وهنجيب الناتج. كده اكون خلصت الفصل السادس بتاع تحليل التباين في اتجاهين. يا رب يكون وصل لكم بشكل مميز وبسيط. اي حد عنده استفسار او اسئلة يبعتها في الكومنتات وان شاء الله هنجاوبها.